السلام عليكم. يلا بينا يا شباب ناخد حسنتين ونصلي على النبي ونخش في الموضوع على طول. الاستاذ صابر علي بيقول يعني ضغط الهواء في الكاوتش الشيت ما يتعداش ال 40. شوف يا استاذ صابر، انت بتتكلم صح، بس في تريكايه بسيطه كده هنوضحها. في حاجه اسمها يا شباب في الكاوتش اسمها اد دي، يعني تظبط على 41. تمام، يعني تظبط عليها، يعني مش حد اقصى، لا انت تظبط عليها. اظبط هواك ضغط الهواء على 41، يعني ما تروحش تحط 35 و37 والحاجات دي، لا اظبط على 41 او 40، يعني احنا بنقول 40 وخلاص. انما في حاجه تانية بتكون هنا مكان الاد دي بتكون ماكس. لو مكان الاد دي بيكون ماكس فدي معناها ان انت ما تتخطاش، يعني ينفع تكون تحتها بشويه عادي. تمام. برضو في تريكايه كنا قلناها في الكاوتش الحلاوه كانت فاتتنا الحقيقه، هنوضحها دلوقتي. هي برضو يا شباب في كاوتش الحلاوه اد برضو مش ماكس، اد 32. تمام، يعني بتظبط على 32. وتعالوا بقى بالارقام نعمل مقارنه كده سريعه ما بين الكاوتش الحل والكاوتش قطع غيار نوع الشيت. يا ترى الشيت افضل وبالارقام، ولا الكاوتش الحل من الموتوسيكلات الصيني افضل وبالارقام؟ واول فرق احنا قلناه دلوقتي من شويه يا سيدي لما ردينا على الاستاذ صابر علي وقلنا لك اول فرق هو ضغط الهواء. ضغط الهواء ما بين الشيت وما بين الحلاوه، الشيت بتتظبط على 41 والحلاوه بتتظبط على 32. وخد بالك ان دي كده اول ميزه تحسم لصالح الشيت. وانت هتقول لي هو ايه الميزه في الموضوع؟ ده 41 وده 32، فين الميزه؟ ده رقم وده رقم عادي، ده بتظبط كده وده بتظبط كده، لكن ده ملوش علاقه بجوده الكاوتش. هقول لحضرتك خد بالك ان درجة ضغط الهواء اللي بيقدر يتحملها الكاوتش بتحدد بشكل كبير حاجات تانية كتير. هو مش ضغط هواء كده وخلاص، بتحدد حمولة الكاوتش وبتحدد كمان خامة الكاوتش اللي بتقدر تتحمل ضغط الهواء ده. خد بالك، فأول حاجة ضغط الهواء محسوم هنا لصالح الشيت. خد بالك ان ضغط الهواء في الشيت 41 والموتوسيكل بارد، يعني ما تبقاش انت شغال دليفري كده وفي نص اليوم كده والموتوسيكل مفروم شغل تقوم داخل على بتاع الكاوتش تظبط الهواء، لا. او انت جاي من مشوار بعيد وتروح داخل كده قبل ما تروح على بتاع الكاوتش تظبط الهواء، لا. بتفرق يا شباب وبتفرق كتير، حوالي 10 رطل لكل بوصه، بتفرق يجي 10 يعني في الارقام، تفرق كتير مش فرق بسيط. تمام يا رجاله. بارد يعني وانت طالع الصبح بتاع الكاوتش جنبك تخش تقيس وبعد كده تتحرك زي ما انت عايز. تاني مقارنة معانا النهاردة وهي الفرق على قدرة الكاوتش على الحمولة. أقصى حمولة يقدر يتحملها الكاوتش. خد بالكم يا شباب إن الكلام مش بس على كاوتش الحلاوة، لا، كاوتش جميع الموتوسيكلات اللي في نفس الفئة السعرية بتاعت الحلاوة، جميع الكاوتشات اللي في نفس الفئة السعرية دي هي بتلاقيها بنفس المواصفات دي. معظمها يعني مش كلها بنسبة 100%، إنما نسبة عالية من نفس الموتوسيكلات اللي في الفئة السعرية دي بتلاقيها بنفس المواصفات. فالكلام هنا مش على كاوتش الحلاوة بس، كلام على كل اللي في نفس الفئة السعرية. أقصى حمولة 224 كيلو جرام. ولكن لما تيجي تبص على قدرة كاوتش الشيت على الحمولة هتلاقيها أعلى من الكاوتش الحل. هتلاقي الشيت بيتحمل حمولة لحد كام؟ أو مستعد وجاهز يشيل لحد كام؟ بيشيل لحد 243 كيلو جرام. خليك عارف ان الفارق ده تاني فرق كده لصالح الشيت عن الحل. واما تيجي تبص على السرعه القصوى للكاوتش الشيت هتلاقيها 150 كيلومتر في الساعه، واعرف ان هي مذكوره صراحه كده ودي حلاوتها. بينما هتيجي تبص على سرعه الاقصى سرعه الكاوتش في الحلاوه هتلاقيها واخده مجرد رمز، هو الرمز الحقيقي بيرمز لنفس السرعه مفيش مشكله، ولكن كان ذكرها كده هي اكثر احترافيه واحتراما وكده يديك احساس بالحلاوه اكتر يعني. وفي النهاية يبقى السؤال الأخير، هل الأرقام اللي على الكاوتش دي هي حبر على ورق ملوش لازمة ما تهتمش بيها أصلا، ولا دي أرقام تقدر تعتمد عليها وتفهم منها الكاوتش حلو ولا وحش وتقدر تميز كاوتش أحسن من كاوتش؟ هيقابلك كده بعض الناس في حياتك هيقولك ما تهتمش بالحاجات دي، ده ضحك على الدقون، ده حبر على ورق وحاجات زي كده. والإجابة لا يا سيدي الفاضل، الأرقام دي هي كل حاجة. الكاوتش ما هو إلا مجموعة الأرقام اللي أنت شفتها حضرتك دلوقتي دي. المستورد يا فندم بيشتري الكاوتش بناء على الارقام اللي حضرتك ممكن تعتقد انها حبر على ورق دي. المصنع بيحدد سعر الكاوتش بناء على الارقام اللي حضرتك شفتها دلوقتي دي. الارقام دي يا فندم حقيقيه يعتمد عليها وتقيس عليها وما تقلقش منها، هي مش ضحك على الدقون ولا اي حاجه، وهي المقياس والمعيار بالنسبه لك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.